السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو بتحبوا أكل الشارع ومزاجكم كده في طعم زمان، تعالوا هنشوف مع بعض طريقة عمل سندوتشات الفشة زي المحلات، وأقول لكم على سر الطعم الخطير اللي بيخلي السندوتش يتحكى عنه. هنعمله مع بعض من أول الغسيل والسلق لحد ما يبقى أحلى سندوتش فشة. جربوا الطريقة وقولوا لي رأيكم في التعليقات تحت، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. الوصفة سهلة جدا، يعني لو راجعة من الشغل ومش عارفة تعملي أكل ايه هتعمليها في ثواني. متنسوش تكتبوا في التعليقات جربتوا الطريقة دي ولا لأ. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الوصفة بتاعتنا. في البداية كده بجيب الفشة من عند الجزار، وبحب دايما اجيبها الطازة، ولما تيجي تشتري الفشة تشتري الفشة اللي لونها وردي، ما تكونش غامقة ولا ناشفة، تكون طازة كده وشكلها حلو زي ما انتوا شايفين. بعد كده بجيبها بغسلها غسلة كويسة تحت الحنفية، وبعد كده بحطها في بولة واقطعها قطع كبيرة، يعني مش قطع صغيرة اوي، يعني بتقسمي الكيلو على 4 ارباع كده زي ما انتوا شايفينها، قطع يعني مش كبيرة ولا صغيرة. وبعد كده بعمل لها محلول النقع بتاعها، بحط لها مية واحط عصير ليمونة وربع كوباية كده من الخل ومعلقة ملح، واسيبها حوالي ربع ساعة كده في المية اقل حاجة. بعد كده بشطفها شطفة كويسة تحت الحنفية، لان المية بتاعتها بعد ما بنقعها بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكمان الفشة بتاعتنا بيبقى فيها عروق من عروق دم، لما بتقطعيها كده بيبقى فيها عروق دم متجلطة من جوه، فدي طبعا بتشيليها. شايفين المية بتاعتها لما نقعتها وغسلتها المية بتاعتها بالشكل ده كده. هشطفها بقى شطفة كويسة تحت الحنفية برضو، ولو فيها اي عروق دم بتشيليها، والمحلول ده بيضيع ريحة الزفارة بتاعتها خالص. غسلتها برضو تحت الحنفية زي ما انتوا شايفينها كده، بقت ما شاء الله زي الفل، والمية بتاعتها زي ما انتوا شايفينها كده راقت وبقت حلوة قوي كده. خلاص هنجيب بقى حلة فيها مية على النار ونسيب المية لحد ما تغلي خالص. بعد ما المية تغلي بضيف بصلاية، واضيف 4 5 ورقات من اللورا، وتلات 4 حبايات من الهيل اللي هو الحبهان. تمام. عندك بقى فصين مستكة حطيهم برضو. بعد كده برضو ما تغلي المية معانا بنزل بالفشة بتاعتنا، وزي ما انتوا شايفينها كده مش مقطعاها كبيرة ولا صغيرة، لازم تقطعيها عشان تنضفيها كويس من التجلطات اللي بتبقى في قلبها من جوه. هتتأكدي برضو ان الفشة نضيفة ولا مش نضيفة معاكي. ازاي؟ لو نضيفة معاكي وغسلتيها غسلة كويسة عمرها ما هتعمل ريم خالص على الوش. زي ما انتوا شايفينها كده حطيتها بقى في المية وما شاء الله ما عملتش ريم معايا خالص. هسيبها بقى لحد ما تستوي خالص، وكل شوية كده بقلبها من فوق لتحت، بجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق عشان خاطر تستوي كويس، لان الفشة بتعوم على الوش. طب هنعرفها ازاي اذا كانت استوت؟ بجيب بقى سكينة واغرز السكينة فيها كده، لو لقيتي طلعت سوائل كده من قلبها يبقى لسه ما استوتش معاكي. بتجربيها كده على طول في كل قطعة بقى بتشوفي، لو طلعت معاكي سوائل يبقى لسه ما استوتش كده، ما طلعتش معايا يبقى كده استوت معايا خالص. تمام. بس خلي بالكم كل شوية قلبوها عشان تاخد السوى الكامل معاكم كده. تمام. شايفين ما شاء الله السكينة بتطلع نضيفة خالص. هنشيلها بقى واحطها في بولة فاضية، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. بعد كده بنجيب طاسة على النار، وبحط كده شوية من الزيت واسيب الزيت يسخن معايا. وبعد ما الزيت يسخن معايا بجيب بصلاية كبيرة بقطعها شرايح رفيعة او جوليان او مكعبات، اي تقطيع تحبيها. وهنزل كده بالبصل في الزيت، وهقلب البصل لحد ما البصل بس تبدأ تدبل معايا، بس مش عايزة البصلة برضو تحمر معايا. مجرد ما البصلة تدبل معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، عايزة تحطي بصلة بصلتين زي ما انتي عايزة. البصل بصراحة بيتاكل في الأكلة دي قوي. بعد كده ما البصلة دبلت معايا بكون بقى محضرة فلفل ومقطعاه. انا كده عندي فلفل رومي قطعته شرايح رفيعة، وعندي قرن فلفل كده حامي برضو قطعته معاه. وهنزل كمان معايا 4 5 فصوص من الثوم، واخده نص قرن فلفل حامي حطاه عليه، وحط عليها شوية ملح وكمون وشوية خل صغيرين كده، حوالي 3 4 معالق كبار من الخل، وعصير ليمونة، وضربتهم في الكبة ضربة كويسة لحد ما بقوا ناعم بالشكل ده. تضربيهم في الكبة لحد ما تبقى ناعمة، متحطهاش كده مدقوق او اي حاجة، لان لما بتفرمي الثوم بتنزلي الزيوت بتاعته، فدي بتدي طعم حلو قوي للفشة. نزلت كده بالتومة بعد ما ضربتها او فرمتها فرم ناعم، نزلت بيها على الفلفل وعلى البصل، وقلبتها بس لحد ما تبدأ تشم ريحة التومة. بس هنبدأ بقى ننزل معلقة صغيرة من هريسة الشطة. برضو هريسة الشطة دي اختياري، لو مش بتحبي الحامي بلاشها. هقلب بقى معلقة هريسة الشطة كده، وبعد كده هننزل بقى بالفشة بتاعتنا، بس بقلبها بس لمدة دقيقة كده وخلاص.
عايزه اقول لكم الريحه بس كده بجد ريحتها تحفه. هنزل بقى بالفشه بتاعتنا، وتجيبي الفشه بتاعتك بقى بتقطعيها زي ما انتي عايزاه، بقطعها بقى مكعبات صغيره كده زي الكبده بالظبط. وبرضو لو حابين تضيفوا كبده برضو ممكن تضيفيها قبل ما تضيفي الفشه، تضيفي الكبده الاول تقلبيها مع شرايح البصل والفلفل، وبعد كده ما تاخد اللون بتاعها تروحي حاطه الفشه على طول وتقلبيها كلها مع بعضها. تمام. لو حابه تحطي كبده معاها برضو بتبقى بتدي برضو طعم حلو قوي. كده هنقلب بقى الفشه كده بالشكل ده كده. بعد كده ما نقلبها هنكون بقى محضرين البهارات الحلوة بتاعتنا اللي هتديها الريحة الحلوة. هنجيب ملح طبعا على قد الكمية اللي انت بتعمليها، ومعايا معلقة كمون ومعلقة كزبرة ونص معلقة فلفل اسود. والله هتاكلوا احلى سندوتش فشة. الطريقة ديت جربوها وقولولي رأيكم في التعليقات تحت، وان شاء الله انا واثقة ومتأكدة انها هتعجبكم، يعني لو مش بتحبي الفشة هتحبيها. كده طفيت النار عليها خلاص، هجيب بقى نص ليمونة كمان وهعصرها عليها كده، وهنعمل بقى احلى سندوتش كبده. يعني لو راجعه من الشغل ومستعجله او ملكيش مزاج تعملي الاكله دي بصراحه ربنا هتوديكي في حته تانية خالص. جربوا الطريقه وقولوا لي رايكم في التعليقات تحت، ويا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. يا ريت بقى لو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم، واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل، وما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. أشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.